السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. سنه جديده وحلقه جديده من دنيا المطبخ. رجعت لكم بعد اجازه طويله بوصفه كلنا بنحبها. طبعا احنا في الشتاء، والشتاء يعني مفتقه او الحلبه المعقوده. سندوتشات بقى وفطار وعشاء تحفه جدا، وطبعا ما نقدرش نستغنى عنها ابدا في الشتاء. عملتها عجبت ولادي جدا، وولادي بيقولوا لكم كل سنه وانتم طيبين، وهم هيكلموكم في اخر الفيديو هيسلموا عليكم. خليكم معايا وتابعوا المقادير، لان هي طبعا الوصفة دي سهلة جدا بمقادير تانية غير اللي انا عملتها معاكم في القناة قبل كده. فان شاء الله المقادير دي تكون بسيطة وسهلة عليكم، والظروف اللي احنا فيها طبعا ان شاء الله هتكون مش مكلفة. اول حاجة معايا كيلو ونص من العسل، يكون عسل نضيف كده من مكان مضمون. عليه 3 معالق من الحلبة المطحونة. الحلبة المطحونة دي ممكن تجيبيها من عند العطار مطحونة او تطحنيها في البيت. دلوقتي بقى بدوبها في العسل كده وبخلطهم مع بعض كويس جدا، ودي اول مرحلة او اول حاجة بنعملها في الحلبة. بنسيبها تخمر مع بعض كده حوالي نص ساعة، او على بال ما تحضري بقية المقادير بتاعتك نص ساعة ساعة، وبعد كده بتبتدي ان انت تشتغلي فيها. دلوقتي بقى معايا معلقتين من الدقيق، سوري 3 معالق من الدقيق، ومعايا عصرة ليمونة، ومعايا كوباية الا ربع من الزيت، ومعايا ربع كيلو سوداني، ومعايا توم من السمسم. طبعا المكسرات دي على حسب ما انتي عايزه. ودلوقتي اللي انا ماسكاها دي حلبه محوجه، دي بتجيب من عند العطار، سعرها مناسب جدا. انتي بتاخدي منها 3 معالق بس، يعني ممكن تجيبي حاجه بسيطه منها ب10 جنيه او حاجه، وتاخدي منهم 3 معالق، او توزنيها من عند العطار. ال3 معالق دول شوفوا هيجيبك بكام، مثلا ب10 ب5 كده. هي سعرها يعني مش غالي خالص، وهي بتدي طعم جميل جدا وريحه تحفة. المرة اللي فاتت كنت عاملاها معاكم بموغات وحاجات تانية، لو تابعتوا الفيديو الأولاني برضك هتلاقيها بمقادير تانية خالص يعني. فإن شاء الله الاتنين يعجبوكم، واللي يعجبكم فيه اشتغلوا بيه، اللي ينفع معاكم يعني اشتغلوا بيه. أول حاجة طبعا جبت حلة على النار، ويستحسن تكون حلة ألمونيوم. أنا كنت عاملاها في ألمونيوم، وبرضك دي بتنفع عادي يعني، بس يستحسن عشان تتحمل معاكم الحرارة تكون ألمونيوم. اول حاجه جبت الحله سخنتها، نزلت بكوبايه الزيت، كوبايه الا ربع من الزيت، ونزلت عليها بالدقيق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، لحد ما اداني ريحه كده بسيطه. لسه هيدخل على السوا يعني، لسه ما استويش. نزلت بالحلبه بتاعتي 3 معالق. عايزين تحطوا 3 معالق ونص مفيش مشكله برضك، بس هي تقلت قوي يعني في الاخر لما بردت، بس هي يعني كويسه. القوام بتاعها كان مظبوط بالثلاث معالق. دلوقتي بقى احنا بنقلب كده فيها اكنك بتعملي بشاميل او مغات، بتحمريه لحد ما يديكي ريحه كويسه جدا. انا قعدت حوالي دقيقتين كده او 3 وعلى نار متوسطه، مش نار عاليه خالص، لا هي متوسطه عشان ما تتحرقش منك. طبعا قلبت كده لحد ما اللون اصفر، والريحه كمان كانت معايا يعني ريحتها قلبت البيت الصراحه. بعد كده بنزل بالسمسم، اول ما بتديني ريحه جامده كده بنزل عليها بالسمسم. لو السمسم ابيض بتنزلي من اول ما بتنزلي، يعني من اول ما بتحطي الحلبه بتحطي معاها السمسم عشان يصفر معاكي. لكن انا جايباه محمص، فانا نزلته بعد ما الحلبه ادتني لون عشان ما ياخدش لون زياده. بحمصه كده، واول ما اشم ريحه السمسم كده والدنيا كده تبقى كلها ريحه الحلبه اللي احنا كلنا متربيين عليها، ببتدي ان انا انزل بالعسل بتاعي. في ممكن انت تنزلي بالسوداني، لو انت شايفه السوداني بتاعك مش متحمص كويس ممكن تنزلي فيه قبل العسل. لكن انا بنزل يعني السوداني متحمص وجايباه من مكان نضيف يعني، فالصراحه ما نزلتش بيه. دلوقتي بقى بنزل بالعسل اللي هو عليه الحلبة. خمرتهم مع بعض، طبعا انا قعدت حوالي ساعة كده، وبعد كده اشتغلت في الحلبة. دلوقتي بقى معايا اخر حاجة في المقادير هي الحلبة والليمونة. عصرة الليمون، هي ليمونة صغيرة ما تكونش ليمونة كبيرة على الكمية اللي احنا عاملينها. ببتدي ان انا اغليها، طبعا قعدت تغلي معايا لحد ما هي خلاص كانت هتفور كمان، يعني حوالي كده 5 دقايق على نار متوسطة. ابتديت ان انا انزل بالسوداني بتاعي. هو ربع كيلو، انا قلت لكم عايزين تزودوا في المكسرات اللي هي السمسم والسوداني دي حاجة ترجع لكم، بس انا قلت المقادير دي على الكيلو ونص من العسل كويسة جدا. فيعني عادي اللي عايز يجرب ويعملها مفيش اي مشكلة، عايز يقلل بردك مفيش اي مشكلة. بعد ما غليت كده حوالي 5 دقايق نزلت بالليمونة، بعصير الليمون
نزلت بيه كده، وهديها كده حوالي برضه 5 دقايق تاني بعصير الليمون لحد ما تتعقد كده وتديني اللون اللي من فوق ده. اديكوا شايفينه دلوقتي لون فاتح قوي، هتشوفوها بعد ما غليت حوالي من 5 ل7 دقايق كده هتشوفوا اللون غمق. وكمان هي بتبتدي ان هي تحسيها الغليان بتاعها بيتقل، يعني ما بيبقاش الغليان خفيف كده واكني ميه بتغلي، لا هي بتتقل سنه. طبعا احنا ما بنتقلهاش قوي في الغليان، يا دوبك تقعد كده واللون يغمق معايا، وهسيبها تبرد وبعد كده هي بتتقل لوحدها. زي شايفين كده هي بتعلى وبتفور. يستحسن ان انت اهم حاجه تحطيها في حله كبيره شويه عشان ما تفورش معاكي على البوتاجاز. اهم حاجه النار بتاعتك تكون متوسطه او هاديه عشان كمان ما تفورش وتبوظ لك الدنيا وتوقع لك على البوتاجاز. وطبعا تخلي بالك على ايديكي عشان طبعا بيبقى درجه حرارتها جامده جدا. شايفين بقى كده ابتدت ان هي تغلي. انا سبتها برضك تغلي حوالي بقولك من 5 ل7 دقايق. بتبتدي تغلي زي ما انتوا شايفينها كده، وبعد كده بطفي عليها وبسيبها مع بعضيها بقى كده ايه ت... يعني تتبقبق زي ما بيقولوا كده، وبعد كده بطفي عليها وبسيبها. لو وصلت معايا للجزء ده من الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل الفيديوهات الجديدة اللي هنزلها بإذن الله. دلوقتي سبتها كده عشان تبرد بقى مع نفسيها كده. عايزين تشيلوا الغطا او تحطوه طبعا براحتكم. دلوقتي بقى بوريتها لكم بعد ما خلصتها وحطيتها كده في الطبق، ودلوقتي زي ما انتوا شايفينها خلاص هي تقلت، وانتوا شايفين القوام بتاعها تحفة جدا. ودلوقتي بقى ابني عايز يقول لكم كل سنة وانتم طيبين. اتفضل معاكم اهو ابني معاكم. كل سنة وانتم طيبين، وبحبكم أوي. حطوا اللايك واوعى تنسوا زر الاشتراك. زي ما انتوا شايفين كده بقول لكم باي باي وما تنسوش اللايك.